السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم شهوات في مطبخ رجاء. فيديو جديد، وصفة جديدة، كنتمنى تنال اعجابكم. اليوم ان شاء الله غنختار عليكم وفي نفس الوقت غنشارك معكم طريقتي في الشباكية اللي كتجي هشيشه وكتجي مشربه العسل وكتجي بنينه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك وشي كومونتير، واللي مشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يتوصل بكل جديد. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله وعلى بركه الله. انا هنايا غادي نعمل كيلو ديال الدقيق الابيض اللي انا غربلته من قبل. يعني هنايا عندي العبار ديال كيلو. عندي هنايا 2 معالق ديال النافع، وما بين النافع وحبة حلاوة، يعني معلقة ديال النافع ومعلقة ديال حبة حلاوة. وعندي هنايا معلقة ديال القرفة اللي حتى هي مدقوقة ومغربلة، حتى النافع وحبة حلاوة حتى هما مدقوقين ومغربلين. عندي هنايا كاس ديال الزنجلان اللي حتى هو مطحون مزيان. البنات ضروري خصكم تطحنوه مزيان باش ما يبقاوش فيه الحبيبات منين نجيو نطلقوا العجين ديالنا ما تقطعش لينا. وعندي كاس ديال اللوز حتى هو اللي مطحون مزيان، بطبيعه الحال البنات ماشي محمرين. عندي هنايا واحد صفار بيضه كتبقى اختياريه، المهم بغيتو تعملوها كتعملوها، ما بغيتوش تعملوها ما تعملوهاش. هنايا عندي واحد شويه 8 د الحبات ديال المسكه حره اللي غادي نطحنهم مع شويه سكر كلاصي. وبالنسبه للمسكه حره البنات راه كاينه اللي هي مزيانه وكاينه اللي هي ماشي مزيانه. بالنسبه ملي تجيو تاخذوها من عند العطار غتاخذوا واحد الحبه غادي تعملوها ما بين الدراس ديالكم. الا تلصقت لكم ما بين الدراس ديالكم راها مزيانه، الا بقات كتغرزز لكم بحال هكا راها ماشي مزيانه. عندي هنايا الزبده، كاس ديال الزبده اللي هي مذوبه بطبيعه الحال تكون من النوعيه الجيده. وعندي الكاس ديال زيت نباتيه مع زيت زيتون، يعني مخلطه نص كاس نص كاس. صافي غادي نخلط المكونات مع بعضياتهم بحال هذا الشكل هذا حتى كينسجموا ليا. وعاد غادي نضيف الزبده والزيت. صافي هنايا عاود غادي كما قلت لكم كاس ديال الزبده وكاس ديال الزيت. بالنسبه للزبده غادي نعملوها في شي كاسرونه ونعملوها فوق البوطه حتى كتحيد منها داك الحليب. بالنسبه لهذه انا النوعيه اللي عملت زعما خرجت لي زعما مزيانه. وزيت الزيتون قلت لكم خلط مع زيت نباتيه. غادي نخلط المكونات وغنحاول نبسبسهم مزيان حتى كيتلبس ليا ديك الزبده مع المكونات ديالي ويدخلوا مع بعضياتهم، ونرجع معكم ان شاء الله. هنايا راني جربت الفيديو باش ما يجيكمش طويل. صافي هنايا بعد ما خلطت المكونات مع بعضياتهم حتى تلبسوا مزيان غادي نجيب واحد الكاسرونه ديال كاسرونه وغادي نعمل فيها الخل مع الماء الزهر. هنا عندي هذا الماء الزهر المقطر على اليد، يعني ماشي الماء ياخر، هذا الماء الزهر مقطر على اليد يعني طبيعي. صافي غادي ناخذ هنايا واحد الكاس ديال الماء الزهر كيف كتشوفوا، وغادي نضيف معاهم 3 المعالق ديال الخل حتى هما، وغادي نعملهم فوق البوطه حتى يدفاو، ماشي سخن يغليو غير يدفاو. ها الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه، يعني 3 المعالق المجموع. صافي وغادي نعمل واحد الضويمه ديال الزعفران باش تعطينا اللون. هنايا انا ما عنديش الزعفران شعره اللي هو حور، ما عنديش. غادي نعمل غير هاد الضويمه هذا، ما بغيتش نعمل داك الزعفران الاصطناعي ديال المهم ديال الكاغيط نتوما عرفتوه، يعني مهم ما عملتوش وما كنعملوش، كنعمل غير هاد الضامه هادي. وصافي هنايا عندي واحد الكاس ديال الماء سخونين دافي ماشي سخون، وغادي نخوي اول حاجه داك الماء زهر اللي مع الخل. عاد نشوف الا خصني نزيد الماء، غادي نزيد داك الماء اللي داك الكاس ديال الماء دافي. وهنايا راني ضفت الخميره ديال الحلوى فقط، ما ضفتش الخميره ديال الخبز. يعني بحكم الانسان اللي كيكون يده ثقيله في الشباكيه او عنده مثلا شي غرض يقضيه ولا المهم، يعني ما يضيفش الخميره ديال الخبز، حيت الخميره ديال الخبز دغيا كتخمر لينا العجين. صافي هنايا غادي نبدا نخوي
داك الماء الزهر ديالي اللي مع الخل بشويه بشويه حتى كنجمعوا العجين ونحصلوا على العجين اللي حنا بغيناه. صافي هنايا غادي نخلط العجين ديالي حتى كتجمع ليا. بقاو معايا حتى نجمعها. هنايا انا كما قلت لكم كنجرب الفيديو باش ما يجينيش طويل. صافي هنايا غادي نبدا نضيف داك الماء اللي قلت لكم ديال الماء دافي، غادي نبدا نزيدو بشويه بشويه حتى يتجمع لي كما قلت لكم العجين. هنايا راه ماهيش ليا الكاس كامل، تقريبا بقى ليا منه شي معلقه او 4 كاس ديال الماء اللي بقى. كنستمر على هذا الشكل هذا، انا كنجمع في العجين ديالي وكنزيد الماء حتى كان تجمع ليا العجينه ديالي، وديك الساعه نرجع معكم. هنايا بعد ما تجمعت لي العجينه ديالي غادي نحاول ندلكها فوق سطح العمل. هنا كيف ما كتشوفوا كنوريكم، يعني من الاحسن خدموها بيداكم يعني باش تنجح معكم. بالنسبه للعجانه مهم ما كنصحش بها، من الاحسن اليد باش مهم كتجي احسن. صافي هنايا غادي نبدا نزيد كما قلت لكم الماء شويه من ورا شويه حتى ندلكها مزيان. صافي هنايا كما قلت لكم ضروري خصنا ندلكوها حتى يتجانسوا لينا المكونات مع بعضياتهم بحال هذا الشكل هذا، حتى كنحصلوا على العجين ديالنا بحال هذا الشكل هذا. خص ضروري تكون بحال هذا الشكل هذا، يعني كنصح من الاحسن اليد. صافي هنايا غادي نقطعها قطع صغيره وغنخليها ترتاح. في هاد المرحله هذه راه ضروري خاصنا نخليوها ترتاح باش ملي نبداو نشكلوا في الشباكيه ديالنا ما تقطعش لينا. وكما ارتاحت الشباكيه كما كتجي مزيانه، وكما خليتوها قاصحه كما مزيانه. صافي المهم هنايا غادي ندوز للمرحله الثانيه اللي انا غادي نطلق فيها العجين ديالي بالمدلك كيف ما كتشوفوا، وغادي نحاول نطويها طيب حل مسمن عادي كيف ما كتشوفوا في الصوره، وغادي نخليها عاود مره ثانيه ترتاح لينا بحال هذا الشكل هذا. غادي نخليها وغادي ناخذ القطعه الثانيه. المهم غادي نستمر على هذا الشكل حتى غادي نكملهم كاملين ان شاء الله. تبعوا الطريقه ولهاد النصائح اللي كنعطيكم وان شاء الله غادي تنجح معكم الشباكيه من اول مره كتعملوها. بالنسبه انا كما قلت لكم في الاولي، بالنسبه للانسان اللي غادي يكون يلاه او اي واحد غيكون يلاه عملها غيعمل الشباكيه ديالو او يدو ثقيله، من الاحسن ما يعملش الخميره ديال الخبز، يعمل غير الخميره ديال الحلوى. صافي كيف ما كشفتوا دابا خديت اللوليه اللي انا طلقتها بالمدلك، عاوتاني غادي هذا نطويها كما قلت لكم، وغادي نعملها في بلاستيكه غنخليها ترتاح المره الثالثه ولا المهم بحال هذا الشيء اللي كتشوفوا في الصوره. غادي نستمر حتى غادي نكمل الكريات اللي عندي كاملين. وثاني حاجه البنات، انا راه بالنسبه للعجين، بالنسبه فاش خلطتها في الاولي راني ما خليتهاش زعما عملتها بالليل وخليتها حتى للصباح. انا هنايا راني عجنتها في الصباح وخلطتها كما عجنتها خلطتها، غير هي من الاحسن ملي تخلط خصها ترتاح. صافي غادي ناخذ القطعه الاوليه غادي نقسمها على جوج وغادي نبسطها. اول حاجه غادي نبسطوها بالمدلك ديالنا مزيان، وديك الساعه غادي ندوزوها في الماكينه. كانت عندك الماكينه دوزيها فيها، ما كانش عندك يكفي ترتاح لك العجينه، هذا يكفي ترتاح لك العجينه بسطيها بالمدلك. صافي هنايا على حسب كل واحد والماكينه ديالو، كاين اللي عنده رقم 1 ورقم 2 هي الموطع اللي كيكون ضيق. انا عندي رقم 1 من 1 وهي واسعه من 1 حتى ل9 وهي كتضيق. عندي دوزتها في رقم 2 اول مره كيف ما كتشوفوا، وغادي ندوزها عاود في الرقم المهم على حسب الرقم اللي هو رقيق. ارق رقم هو كيف با جات العجين او سميتو ديال الشباكيه كما جات رقيقه كما كتجي مزيونه. هنا راني عملتها في رقم 4، غادي ندوزها عاود باش تبسط لينا مزيان، باش مني كتكون غليطه وكنجوزوها في الرقم اللي هو ضيق كتقطع لينا، هذه حاجه معروفه.
المهم انا بالنسبه راه كاينين تبارك الله اللي عارف هادشي اللي كنقولو. انا كنعطي النصائح للناس اللي مبتدئه، وبالنسبه لبعض الاخوات اللي كيكونوا عاود ما عارفينش، المهم ناقصه اليوم شي معلومه وصافي. هادشي ما حنا واحد كيكمل واحد، يعني واحد كياخذ معلومه من عند اخر. صافي هنايا غادي نجوزها في الرقم 8. صافي يعني في رقم 8 ولا 9 هو اللي عندي انا رقيق. هنايا غادي نزرب لكم الفيديو باش ما يجيش طويل. صافي انا حصلت على السمك او الحجم اللي انا بغيت ديال الرقوقيه بالنسبه للشباكيه. كيف ما كتشوفوا راه ما كتقطع ما والو. النصيحه اللي غادي نعطيكم وغنبقى نعطيها لكم هي العجينه ديال الشباكيه. واخا تجيك قاصحه، مهم خاصها ضروري ترتاح. كيما ارتاحت غادي تخدمي بها كيف ما بغيتي. اما ان فوا مثلا تعجنيها وتبداي تخدمي بها راه غتبقى كتقطع لك. ما تقوليش لا حقا راه ناقصها الماء ولا زايده فيها شي حاجه، هو كلشي على الراحه. صافي غادي نقطع الجوانب على هذا الشكل هذا باش تجيني الحواج ديال الشباكيه ديالي معوطه. هنايا قربت الكاميرا باش تشوفوا. يعني بالنسبه للانسان اللي كيعجبو الشباكيه كبيره راه غادي يخلي المربع كبير، اللي كتعجبو صغيره راه غيعمل مربعات صغارين. هنا غادي نعمل انا 6. غادي نقطع التقطيعه الاوليه، الثانيه، الثالثه، الرابعه، الخامسه والسادسه كنقطع. غنستمر على هذا الشكل هذا العجين اللي عندي كاملين. يعني المهم 5 كيجيو الوسط، و6 هي اللي كنقطعوا فيها العجين ديالنا. بالنسبه للحجم ديال ما بين تقطيعه وتقطيعه، يعني بامكانكم، انا مره ما عرفتش هنا نقدر نكون صورتها لكم، كنعمل كنعمل تقطيعه ما بين صبع وصبع. صافي هنايا ضروري ملي غادي نقطعوهم غادي ندوروها على الجهه اللي كانت لتحت كيف ما كتشوفوا في الصوره. صافي غادي نهز القطعه الاوليه عندي، كنعمل جوج على جوج، جوج الاولانيين فوق منهم جوج الثانيين وفوق منهم جوج الثالثين. يعني كنعمل هنا 3 على 3 بحال هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا في الصوره. كناخذ دوك الجوانب كيف ما كتشوفوا غادي ضروري خاصنا نلصقهم مع بعضياتهم مزيان، وغادي ندخل الصبع ما بيناتهم. شفتوا؟ وغادي ندخلو في الفراغ اللي وسط من دوك 3. يعني 3 كيبقاو هيدا و3 كيبقاو هيدا، داك اللي كيبقى وسط منهم. صافي وكنقلب عادي. شفتوا البنات بحال هذا الشكل هذا. صافي وكنزيرهم من الجوانب بحال هكا، وكنقطع دوك الزوائد اللي كيبقاو بحال هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا في الصوره. غنحاول نعمل معكم هذه كتبان واضحه اكثر. كما قلت لكم عملت 5 الشرائط الوسط والسادسه كنقطعوا فيها. عملت جوج لتحت، فوق منهم جوج اخرين وفوق منهم جوج اخرين. بطبيعه الحال خاصها تكون الشباكيه مقلوبه ماشي على الوجه ديالها. غادي نعمل الصباع ديالي كيف ما كتشوفوا. الصباع ديالي غنحط عليه دوك جوج اللي كيبقاو الفوقي. غادي نزير نلصقهم مع بعضياتهم باش ملي نجيو نقليوها ما تفكش لينا. كيف ما كتشوفوا هاو داخل الصبع ديالي الوسط، ونفس الوقت وسط دوك مقسم ما بين دوك 3 هيدا. صافي وكنقلبوها عاديه. صافي وغادي نقرصهم من الجوانب هادشي، وغادي نقطع دوك الزوائد وصافي. صافي وها هي الشباكيه ديالنا. يعني اسهل ما يكون، يعني اي واحد يقدر يعملها. صافي بعد ما كملت الشباكيه ديالي وخليتها نشفات مزيان، شبرت المقيله عملت فيها شويه ديال زيت نباتيه وخليتها تسخن. هنا بعد ما سخنت غادي نبدا نعمل في الشباكيه ديالي باش تنشف. ملي خصكم ضروري تخليوها تنشف باش تشبر الحجم ديالها. اما الا هزيتوها هيداك وهي باقا ما ناشفاش غادي تعوج لكم. صافي هنا عندي واحد جوج الاواني اللي عندي فيهم العسل. غنعمل كل الاناء فيه قليه.
القليه الاولى غادي نقليها غنعملها في الاناء الاولي وغنخليها تشرب. القليه الثانيه غنعملها في الاناء الثاني ونزول القليه الاولى من الاناء الاولي باش يكونوا تشربوا ليا الشباكيه ديالي بالعسل كيف ما كتشوفوا في الصوره. ونعملوا في واحد شبيكه ولا كسكاس ولا شي حاجه باش تقطر ليا من العسل. هنايا عندي هذا القطيب هو اللي كيجيني عملي في القلي باش نقلاب باش نهزها، يعني كتجيني احسن من المعلقه. وهاد الشبكه هادي او المهم بحال هادي حتى هي مزيانه. صافي غنستمر على هاد الشكل حتى كنكمل. وان فوا مني تكملوا غتعملوها في واحد الشبكه كبيره وتخليوها تقطر، وداكشي اللي تقطر منها حاولوا تخويوه عليها من الفوقي باش تشرب مزيان كما خويتو عليها كيف ما كتشرب مزيان. حتى تشرب لكم عاد بامكانكم تعملوا عليها الزنجلان او اللوز ايفيلي على حسب. هنا خوتي بعد ما كملت الشباكيه ديالي كيف ما كتشوفوا في الصوره جات غزاله، جات هشيشه، جات مقرمشه، جات مشربه العسل ما شاء الله، جات روعه. بالخصوص داك العسل زادها مذاق روعه. كنتمنى تجربوا العسل. راه قبل من هذا الفيديو غيكون راه المذاق ديالو روعه، ما فيه لا المهم ما فيهش البلعه ديال النسمات ولا شي حاجه. وحتى الشباكيه راه جات غزاله، جا المذاق روعه، راها جات شي حاجه اللي هي بنينه غزاله هشيشه. المهم واخا نبقى نمدح فيها ليلكم ما والو الا حتى جربتوها ورجعتوا ليا كيف جاتكم. جات مشربه العسل ما شاء الله. كيف ما كتشوفوا انا غادي نفتح معاكم الوحده كيفاش جات البنه. ما نقولش لكم جات رائعه البنات. وهذا ما كان اخوتي، وصلنا لاخر الفيديو. ما بقى ليا الا نودعكم ونضرب لكم موعد قادم ان شاء الله. وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيو مع الاصدقاء والاصحاب ديالكم والعائله ديالكم، وما تبخلوش عليا بشي لايك شي كومونتير، واللي ما مشتركش يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يتوصل بكل جديد. كيف ما كتشوفوا الشباكيه ديالي كيف جات مقرمشه، جات معلكه، جات مشربه ما شاء الله العسل. كنتمنى ما تبخلوش عليا كيف ما انا ما كنبخلش عليكم. داكشي اللي كنعملو في البيت ديالي كيف ما كان، يعني يا بسيط كيف ما كان. هنا كنوريكم كيفاش العسل ما شاء الله داخل ومشربه الشباكيه. المهم الصوره راها موضحه كل شيء. وهذا ما كان، الى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.